ركزوا في الكلمتين دول كويس قوي. ما تقبلش تكون في علاقه مع شخص او حتى انك تفكر في شخص مش عايز يقفل عليك. يعني ايه مش عايز يقفل عليك؟ يعني مش عايزك تكون ليه لوحده. والحل الوحيد لاي شخص عشان يقفل على الشخص اللي قدامه في العلاقات طبعا هو انه يكون في علاقه رسميه معاه، وان هو يرتبط بيه ويتجوزه على سنه الله ورسوله. فلو انت في علاقه مع الطرف اللي قدامك وشايف ان الطرف اللي قدامك بيسوف، سواء كان بيسوف فكره ان انتوا تتجوزوا رسمي او حتى بيسوف فكره ان احنا نكون في علاقه رسميه ويحصل حاجه رسميه، وان احنا فعليا نكون في علاقه مع بعض وفعلا نشوف بعض، يعني نفهم بعض ونقرب من بعض اكتر عشان نتجوز قدام، خليك عارف ان الشخص ده انت بالنسبه له مش فارق في اي حاجه. لو انت النهارده دلوقتي رحت لحد تاني، فايه الداعي ان انت تشغل بالك بيه وتفكر بيه حتى لو بتحبه؟ لان للاسف دلوقتي انتشر جدا الموضوع ده، انتشر جدا ما بين الشباب والبنات في الطرفين، ان هو بيروح يقول لها او هي بتيجي بتقول له ان انت حد كويس، انا برتاح معاك في الكلام، بحب اتكلم معاك، بحب اخد رايك، بحبك تبقى موجود في حياتي، بحبك كل حاجه تعملها معايا. بتوصل لمراحل مش وقت اتكلم فيها، لكن في الاخر فكره ان ارتبط بيك اكون معاك حتى في علاقه رسمي، لا، انا عايز اخد راحتي، انا عايزه اخد راحتي، انا مش عايز او انا مش عايزه ان حد يخنق عليا، انا عايز اعيش حياتي، مش عايز حد يقول لي رحت فين وجيت منين واتاخرت وما اتاخرتيش وعملت ايه وانت ليه ما سالتيش عني وانت ليه. انا عايز اعيش حياتي، انا عايز اخد الكريمه بتاعتك من غير ما اخد المرار. فاللي زي ده سواء كان راجل او ست ما تشغلش بالك بيه، الشخص ده تاني انت مش فارق معاه بحاجه. ومفيش حاجه اجمل في العلاقات، مفيش احساس اجمل في العلاقات من انك تحس ان الطرف اللي قدامك عايز يقفل عليك وعايزك تبقى لوحده بس، وعايز يخليك بيفكر شغله ان انت تكون مرتاح ومبسوط، وانه يفهمك اكتر وانه يرتبط بيك رسمي وتكون جوزه، يعني وتكون جوزها او انت تكوني مراته على سنة الله ورسوله في اقرب وقت ممكن. ويكون ده كل تفكيره او كل تفكيرها بيشتغل على الموضوع ده، ان هو عايز يخليكي مراته، ان هي عايزه تخليك جوزها. مفيش اجمل من الاحساس ده، ان الاحساس ده الشخص ده عايزك قوي. فطالما اللي قدامك ده مش مديلك الاحساس ده ما تفكرش ترتبط بيه. طالما هو او هي مش مهتميه ان هي تقفل عليك وسايباك وسايبه الباب موارب لاي واحده تانية تيجي تاخدك او لاي واحد تاني يجي ياخدك، لا، فانت من الاول ما تشغليش بالك بيه، او انت من الاول ما تشغلش بالك بيها، وروح لحد. ما تكونش في علاقه مع حد غير والطرف اللي قدامك فعليا متمسك بيه، الطرف اللي قدامك فعليا عايزك، الطرف اللي قدامك فعليا عايز يقفل عليك، عايزك يخليك لوحده، ما بيديش فرصه ان حد تاني ياخدك منه. بس كده، سلام.